ازيك؟ عمرك حسيت ان يومك بيطير كده من غير ما تاخد بالك؟ تصحى الصبح مليان طاقة وتقول النهاردة انا هخلص كل حاجة، لكن فجأة تلاقي الليل جه واليوم خلص ولسه اهم شغل ما اتعملش. تقعد بالساعات في تفاصيل صغيرة مش مهمة، وفي الاخر المهام اللي فعلا ممكن تغير حياتك عمالة بتتأجل يوم ورا يوم، والنتيجة تعب نفسي، ضغط واحساس بالذنب، مش لانك ما اشتغلتش لكن لأنك مركزتش على الأهم. لو ده بيحصل معاك يبقى الفيديو ده معمول ليك. النهاردة هنتعلم أهم الأفكار والخطوات العملية اللي هتساعدك تسيطر على وقتك وتنجز بذكاء. الحلقة دي مبنية على كتاب كل الضفدع وانجز الأهم النهاردة، أو Eat That Frog Get More of the Important Things Done Today للكاتب برايان تريسي. يلا بينا نبدأ. 1. ابدأ بالصعب وواجه الضفدعة. مارك توين قال مرة: لو أول حاجة تعملها الصبح هي إنك تاكل ضفدعة هتعيش باقي يومك مطمن إن غالبا دي كانت أسوأ حاجة هتحصل النهاردة. برايان بيشبه المهام الصعبة بالضفدعة اللي كل ما تأجلها هتفضل شاغلة بالك وسحبة طاقتك طول اليوم، لأن دماغك طول ما المهمة الكبيرة لسه ما اتعملتش بتبعت لك إشارات ضغط وتوتر حتى لو خلصت 20 حاجة صغيرة حواليها. وعشان كده أول ما تبدأ يومك بإنك تاكل الضفدعة وتخلص المهمة الصعبة بتحس براحة نفسية كبيرة وإنجاز بيديك دفعة تكمل بيها باقي يومك، لأنك كده بتكون حررت طاقتك. زي مثلا واحد معاه حجر تقيل في شنطته، طول ما هو شايله هيفضل تعبان، لكن أول ما يرميه هيلاقي المشي أخف بكتير. يعني مثلا لو عندك مكالمة صعبة مع عميل متضايق، أو تقرير ممل، أو إيميل تقيل مأجله، ما تأجلش، اقفل كل حاجة وابدأ بيه على طول. هتتفاجئ قد إيه الباقي هيكون أسهل بعد ما تخلص الضفدع. فكر دلوقتي، إيه الضفدعة اللي أنت مأجلها من امبارح أو الأسبوع اللي فات، وليه ما تخلصهاش أول حاجة بكرة الصبح؟ 2. حدد أولوياتك بدقة. برايان بيأكد إن الفرق بين الشخص المنتج والشخص اللي دايما مشغول لكن مش بيحقق حاجة هو ببساطة اختيار المهام الصح في الوقت الصح. في قاعدة مشهورة في التنمية البشرية اسمها قاعدة باريتو، أو قاعدة 80-20. الفكرة باختصار إن 80% من النتائج اللي بتحصل في حياتنا بتيجي من 20% بس من المجهود اللي بنعمله. يعني 20% من الزباين بيعملوا 80% من الأرباح. 20% من الحاجات اللي بتذاكرها هي اللي بتجيب لك 80% من الدرجات. 20% من العادات اليومية هي اللي بتأثر على 80% من حياتك وصحتك. يبقى ركز على 20% المهمين اللي فعلا بيفرقوا، وسيب الباقي أو قلل منه، لأنك لو فضلت تضيع وقتك في تفاصيل صغيرة أو حاجات مستعجلة بس مش مهمة عمرك ما هتحس إنك بتتحرك لقدام. اسأل نفسك كل يوم، لو عملت ال3 حاجات وبس النهاردة، ايه اكتر 3 حاجات هتديني احساس بالانجاز؟ 3. خطط ليومك قبل ما يبدأ. براين بيقول كل دقيقة بتخطط فيها بتوفر 10 دقايق في التنفيذ. التخطيط مش بياخد وقت طويل لكن بيوفر عليك ساعات من التشتت والقرارات العشوائية. يعني لما تكتب قبل ما تنام أهم 3 ل5 مهام لليوم اللي بعده، عقلك الباطن بيفضل طول الليل يجهزك نفسيا، وتصحى الصبح وانت جاهز تبدأ من أول دقيقة كأنك بتحط العنوان على GPS وتصحى عارف طريقك. بس المهم مش مجرد انك تكتب القائمة، الأهم كمان ازاي ترتبها. ما ينفعش ترتبها بالصدفة كده، دي لازم تترتب حسب الأولوية الحقيقية عشان تبدأ يومك باللي فعلا هيفرق. فكر كده، هل أنا ببدأ يومي بخطة واضحة وعارف أنا رايح فين، ولا بسيبه يمشي على حسب الظروف؟ 4. احمي تركيزك من التشتيت. فاكر كتاب دوبامين ديتوكس لما اتكلمنا ازاي المشتتات بتسحب تركيزنا وتخلينا عايشين في دوامة مقاطعات مستمرة؟ هنا برايان تريسي بيركز على نفس الفكرة. المشكلة مش في دقيقة بترد فيها على إشعار، المشكلة في 20 دقيقة اللي بتضيع بعد كده عشان ترجع تركز زي الأول تاني. والحل بسيط، حدد أوقات معينة للرد على الإيميل أو الرسائل، وخلي باقي وقتك للشغل العميق من غير أي قطع. جرب تشتغل ساعة كاملة من غير إشعارات، من غير موبايل، وهتتفاجئ قد إيه إنجازك بيزيد. اسأل نفسك،
قد إيه من يومي بيضيع بسبب إشعار أو رسالة مش مهمة. 5. اشتغل في فترات تركيز عميق. براين بيقول إن عقلك محتاج وقت عشان يدخل حالة الفلو أو التركيز العميق، والقطع المتكرر بيمنع ده. فلو فضلت تنط من مهمة للتانية، عمرك ما هتدخل في العمق الكافي اللي يخليك توصل للحالة دي. التركيز العميق عامل زي إنك تغوص في البحر، محتاج وقت عشان توصل للعمق وتشوف الجمال اللي تحت. لكن لو كل شوية بتطلع على السطح، عمرك ما هتشوف حاجة. الحل هو إنك تشتغل في بلوكات زمنية، يعني مثلا حدد 60 أو 90 دقيقة للشغل على مشروع واحد من غير أي مقاطعة، وبعدها خد 10 دقايق راحة. هتشوف الفرق. اسأل نفسك، هل أنا بدي نفسي فرصة أدخل في الفلو ولا بقطع شغلي كل شوية؟ 6. قسم المهام الكبيرة وابدأ فورا. المهام الكبيرة بتخوف وبتخلي الناس تأجل. براين بيقولك قسمها لخطوات صغيرة وابدأ بأبسط خطوة. المفتاح هنا إنك تاخد الخطوة الأولى فورا حتى لو كانت صغيرة جدا، لأن الحركة بتولد طاقة للاستمرار. يعني مثلا عندك بريزنتيشن ضخم، ابدأ بكتابة العناوين الرئيسية بس. المهم تبدأ. اسأل نفسك، إيه المشروع اللي أنا مأجله؟ وإيه أصغر خطوة ممكن أخدها دلوقتي؟ 7. اتعلم تقول لأ. براين بيعتبر إن كلمة لأ من أهم أدوات حماية وقتك. مش معناها إنك ترفض مساعدة الناس اللي حواليك، لكن إنك تفرق بين المستعجل والمهم فعلا. كل نعم بتقولها لحاجة مش أولوية معناها لأ لحاجة أهم في حياتك. عشان كده الناجحين بيفكروا قبل ما يوافقوا وبيوازنوا بين التزاماتهم. يعني مثلا لو صاحبك طلب منك مساعدة في نص وقت شغلك، ممكن تقول له ممكن أساعدك بعد ما أخلص اللي في إيدي. كده هكون مركز معاك أكتر. يعني ما رفضتش، لكن رتبت أولوياتك. اسأل نفسك، كام مرة وافقت بسرعة على حاجة من غير ما تفكر وبعدها ندمت؟ 8. استغل أوقات الذروة. براين بيقول كل واحد عنده وقت في اليوم بيكون فيه أنشط وأذكى. أوقات الذروة دي هي رأس مالك الذهني، لازم تستخدمها لأهم وأصعب مهامك. لو ضيعتها في حاجات بسيطة هتلاقي نفسك بتشتغل على المهم وانت مرهق ومش مركز. يعني مثلا لو انت شخص صباحي، حط أهم مهامك من 8 ل 11 الصبح وسيب المهام الروتينية لباقي اليوم. اسأل نفسك، هل أنا عارف وقت ذروتي وبستخدمه في إيه؟ 9. راجع أولوياتك وطور نفسك. براين بيأكد إن النجاح مش بس في الإنجاز، لكن في التطوير المستمر ومراجعة أولوياتك وخطتك بانتظام. لأن الحياة مش ثابتة، اللي كان مهم امبارح ممكن النهاردة ما يبقاش له نفس القيمة. المرونة دي بتخليك تعرف تعدل مسارك بسرعة وما تفضلش تعيد نفس الأخطاء من غير ما تاخد بالك. المراجعة الدورية دي زي مراية العربية، طول ما انت ماشي محتاج تبص فيها عشان تعدل اتجاهك وتتفادى الأخطاء اللي ممكن تحصل. آخر اليوم أو آخر الأسبوع اسأل نفسك، إيه اللي أنجزته فعلا؟ إيه اللي مشي كويس؟ وإيه اللي محتاج تعديل؟ لأن حتى التحسينات الصغيرة مع الوقت بتعمل فرق ضخم. المهم ما تسيبش نفسك تمشي على نفس النمط من غير ما توقف وتفكر، هل أنا بتطور مع الوقت ولا عمال بعيد نفس الأخطاء؟ 10. ابدأ دلوقتي وما تستناش المثالية. براين بيحذر من إنك تضيع وقتك في محاولة تحسين الحاجة زيادة عن اللزوم. اعملها كويس وبعدين انتقل للي بعدها. المثالية وهم، لو استنيت الظروف الكاملة مش هتبدأ أبدا. التسويف بيقتل الفرص، وكل يوم بتأجله هو يوم ضاع من مستقبلك. ابدأ باللي معاك وحسن في السكة، زي المركب اللي واقف في المينا، عمره ما هيوصل لأي مكان طول ما هو واقف. لازم يطلع البحر الأول وساعتها نقدر نوجهه ونعدل مساره. يعني مثلا لو عايز تبدأ مشروع جديد، ما تستناش لحد ما تبقى كل حاجة كاملة. ابدأ باللي معاك دلوقتي حتى لو خطوة صغيرة جدا. المهم تبدأ. اسأل نفسك، بعد سنة من النهاردة هل هكون مبسوط إني بدأت ولا ندمان إني استنيت؟ الخلاصة، براين تريسي بيقول النجاح مش إنك تشتغل أكتر وخلاص، النجاح إنك تشتغل صح. ابدأ بالصعب، خطط يومك، احمي تركيزك واشتغل بعمق. قسم الكبير لصغير وابدأ فورا. قول لأ للي يسرق وقتك. استغل أوقات الذروة،
راجع نفسك وما تستناش المثالية. ابدأ النهاردة بالأهم، لأن وقتك هو حياتك، واللي بيضيع مش بيرجع. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن كتاب هيديك طريقة عملية تبني بيها نجاحك من تفاصيل صغيرة جدا. كتاب هيأكد لك إن النجاح الكبير مش بيجي من قفزات ضخمة مرة واحدة، لكن من خطوات بسيطة ومتكررة بتعمل فرق ضخم مع الوقت. هتتعلم إزاي تبني عادات جديدة بسهولة، وتتخلص من العادات اللي معطلاك، وتغير حياتك بنظام عملي ذكي وبسيط. استعد معانا للكتاب اللي جاي اللي اسمه العادات الذرية. اسم يمكن يبان بسيط، لكن وراه قوة جبارة هتخليك تشوف حياتك بشكل مختلف تماما. سلام.